هناك مواضع من الصلاة لا يجوز الدعاء أبدا، ما يجوز أن تدعو، مثل القيام ما يجوز أن تدعو فيه أبدا. وهناك مواضع في الصلاة لا يجوز فيها إلا دعاء واحد بعينه وهو الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قتادة: إنما ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. مفهومه أن الركوع لا دعاء فيه، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه إلا بدعاء واحد يتأول القرآن، وهو قوله سبحانه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فالركوع لا يدعى فيه إلا بهذه الجملة فقط: رب اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. غيره ما يدعى في الركوع مطلقا. الموضع الثالث ما جعل أساسا للدعاء ولكنه دعاء وارد لا يزاد عليه، وهو ما بين السجدتين. ما بين السجدتين يجوز فيه الدعاء برب اغفر لي مرة أو ثلاثا أو أكثر، أو ما جاء من حديث ابن عباس أنه قال: رب اغفر لي وارحمني، وهي 5 جمل ذكرها ابن عباس رضي الله عنه. وغير هذه لا يجوز الدعاء فيه، لا يجوز مطلقا. النوع الرابع أظن من مواضع الصلاة ما يجوز فيه مطلق الدعاء بشرط أن يكون من جوامع الكلم أو من دعاء الآخرة. ما يجوز لك على المذهب كما ذكر، سيمر معنا أظن المسألة، أنك تدعو في السجود، وهما موضعان: السجود وقبل السلام. ما يجوز لك أن تدعو في السجود وقبل السلام إلا بجوامع الكلم. بجوامع الكلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وغير ذلك من أدعية سنذكرها بعد قليل. هذا مشهور المذهب، ذكره القاضي علاء الدين المرداوي. الرواية الثانية وهو الموافق لقول الشافعي أنه يجوز أن يدعو بما شاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليتخير من الدعاء ما شاء. ما شاء في السجود وقبل السلام، بس هذه الموضعين. أما بين السجدتين وجها واحدا ما يجوز الدعاء. بعض الناس يقول: رب اغفر لي ولوالدي بين السجدتين، ما يجوز، ما يجوز، غير مشروع. فتقول رب اغفر لي فقط، ما تزيد والدي، هذا وجها واحد ما في إشكال، والدليل نص عليه طبعا واضح.